ليه لما بتخاف بطنك بتوجعك؟ ننجز منها فيها حاجة اسمها جود برين أكسس، وده طريقة تواصل مباشر بين الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. المخ بيتواصل مع الجهاز الهضمي عن طريق الفيجاس نيرف اللي بيوصل الإشارات من المخ للمعدة والعكس. الجهاز الهضمي فيه شبكة أعصاب كبيرة، يعني لما تفكر أو تبقى حاسس بحاجة معينة بطنك بتبدأ تتأثر على طول. وقت الخوف بيحصل إفراز لهرمونات زي الأدرينالين والكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. الجسم بيتحول لوضع الهروب أو المواجهة اللي هو فايت أور فلاي. الدم بيتحول من الجهاز الهضمي للعضلات، والهضم بيبطأ لأن الجسم مش شايف إن في أولوية للأكل في الوقت ده. والجهاز الهضمي بيتأثر، يعني عضلات المعدة والأمعاء بيحصل فيها تقلص، وإفراز الحمض في المعدة بيزيد. ممكن يحصل تباطؤ أو تسريع في حركة الأمعاء حسب نوع التوتر، وبيحصل انتفاخ وغثيان أو حتى إسهال، بس أنت تقدر تتحكم فيه عن طريق إنك تستخدم تمارين التنفس والتأمل، وإنك تبدأ تعالج السبب النفسي مش بس الجسدي. وفي بعض الحالات بيبقى فيه علاج نفسي أو دوائي لو القلق مزمن. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، واكتب في الكومنتات ايه أكتر موقف حسيت فيه إن القلق ظهر على جسمك.